عندي كلبه اسمها زيزي، دي مشهوره زيزي. جدا، مشهوره في الوسط الفني، يعني كل اصحاب المقربين عارفين زيزي. اوكي. كانت فتاه ليل فظيعه يا ابراهيم، جولدن ريتريفر. يعني ايه فتاة ليل؟ غريبه، بتعمل ايه يعني مثلا ما تمشيش زي الكلاب العادي كده. وحياه ربنا كانت تمشي كده، ده فاهم تعبير ازاي؟ من غريب قوي يا ورا جماعه، اول تمشي مره كده، اسمعه. فاهم، تمشي من ورا تروح عامله كده. فاهم الدكتور بتاعها ماشيه بتاعت المودلز. لا بتاعت الفتيات الليل. انت مصر. قال هي فتاة ليل، والله ما انا هحكي العظيم. لك. دي عملت فضايح. اوكي. في زيزي دي سفله. اه تمام. فانا بس برضه هي عاشت معايا فتره فهبت. مم. فكان الدكتور بتاعها كان مسميها كده، ايه بقى؟ كان مسميها متفجره الانوثه. وحياه ربنا والله العظيم. فمشهوره تباهي. جدا زيزي، تباهي. فظيعه. وعلى فكره انا عشان بسافر كتير بروح مم. جنوب سيناء، مم. فمشهوره مثلا في مكان زي ده. دي فتحاك يا حبيبي. ايوه لو مشيت لوحدها مع حد صاحبي فيقول لي صباح الخير يا زيزي، لا لا زي لا. الفل يا زيزي، الناس بيسلموا عليها كده. دي فتحاك برضو يعني، وانت فظيعه. كمان ما مبسوط. عملت معايا موقف في دهب ابن لذين. ايه بقى؟ في كافيه اسمه نوبيان، عندهم كلب قد الحلوف. كلب قد البتاعه دي كده، ماشي، ضخمه ماشي، ووشه ماشي. عامل كده. هم بنت اللذينه سفله، بقول لك بتمشي عامله كده، فامشي بيها في الشارع كل الدكوره يمشوا ورايا، اغوته. كل الدكوره يمشوا ورايا. بتغوي وما تشوق ولا تدوق كمان. ايوه ما تديش حاجه. وحياه ربنا. هو احنا ايه اللي جابنا في المنطقه ديت؟ لا دي زيزي كلبه. لا دي كلبه بالمعنى الحرفي عادي. ما عندهمش اداب. ما عندهمش شرطه اداب دول، ما عندهمش ما عندهمش محاذير. المهم يا معلم، فدخلت الكافيه اسمه نوبيان. انا كل اللي بروح ده عارفين. فعندهم الاخ الكبير ده، الحاج ده، شافها وهي راحت عامله له هوبا الحاجات اللي بتعملها بديلها. وحياه ربنا اتلوث. الاخ مصمم مصمم يا باشا، وهي انا ماسكها وعماله ازقه وانا خايف منه. فقلت يا انا يا هي. قلت يحمي نفسي لانه بتهجم عليا وعليه. والله العظيم بجد مش عارف اعمل ايه. يحمي نفسي يحميها، يضحي بنفسي. قال له تونجا ولا الموت؟ قال له تونجا حتى الموت. فاكر يحمي نفسي يحميها. رحت سايبها له. والله العظيم قلت لها روحي، ما انت مش محترمه، انت فاهم. المهم خدتها ان زيزي دي كانت قذره فظيعه. وبعدين كانت بتفهمني يا ابراهيم، تفهمني بجد. اقول لها زيزي انا مخنوق، اطلعي بره الاوضه. فتروح بصه كده طلع بره الاوضه. فاهم ازاي؟ وبعدين برضو كنت عايز اجوزها. هي مش محتاجه، ما هي دايره على حل شعرها اصلا. بتعمل اجواء. لكن ما بتعملش حاجه مش كويسه. بعد كل ده لا يعني هي بس شو أوكي. لكن بصراحه لا ما بتغلطش. والله ما بتغلطش، وانا مش هسيبها تغلط. ايوه ما هتجيب لي شايف بقى يا عم. خرق نفسي. حياة ربنا. المهم قلت انا هجوزها. راجل محترم صديقنا كده، راجل مستشار، عنده كلب برضو اخ ليها، جولدن ريتريفر ضخم كده، وراجل محترم وكلب محترم. فالراجل شاف زيزي. يعني ايه كلب محترم؟ شكله محترم، بيلبس كرافات مالي مركزه. لا تحس ان في كلب مالي مركزه. اوكي. كاريزما. ماشي. فالمهم شفته وشافها برضه، راحت عامله له هوبا. فالكلب اتجنن. فكلمت مع الراجل، هاي ازيك مش عارف ايه بتاع، قلت له طب خلاص خدها جوزها له. كانت مرحله الجواز، هم بيبقى لهم مرحله يا وقت. فراحت بنت اللذينه قعدتها اسبوع عند الراجل. تمام. ان دي ترضى خالص، مفيش. ما رضيتش تتجوز. الراجل اللي قال لي كده. فخدتها، ما عجبهاش الاستاذ اللي راحت له. فخدتها يا معلم ونزلت بيها عادي في دهب بتمشى، وربطتها في مكان كده فيه ميه وبتاع. فلقيت حد. لا دي سفله قوي. سفله جدا. لقيت حد جاي بيقول لي، ويتر جاي بيقول لي ده زيزي الكلب شارع. عملت كذا مع كلب الشارع. قلت له يا عم لا، ده خلاص دي فتره الجواز بتاعتها راحت وخلاص يا عم، مفيش الكلام ده. يا عم اسكت بقى. المهم يا معلم جت فتره قاعد شهر كده، فقاعد قاعدين في البيت، روحت في القاهره
انا عايش في القاهره على فكره. قاعدين الناس بس تعتقد ان انا عايش في دهب، انا عايش في القاهره. قاعد فعارف انت الست الحامل فراحت فجاه راحت عامله كده اصلا وراحت مرجعه. رجعت؟ ايوه الكلاب بترجع. ايوه ماشي. زي اجواء الحامل، اللي هو مثلا تحط لها الاكل مش قادره تشم. بجد والله؟ والله العظيم. ماشي. انا ما اعرفش. قلت دي يوم اسود ومنيل بالنيله. المهم فجيت وديتها للدكتور بتاعها. قال لي دي حامل. اهلا. في 3. ما شاء الله. اوكي تريبل. فقلت دي اكيد عند الراجل اللي وديتها عنده، بس هو ما خدش باله. ده اللي في بالي. فيطلع لنا بقى جولدن، حاجه لذيذه بقى. حاجه هو ابوهم راجل محترم. المهم يا معلم جيت في وقت الولاده مين دول يا سفله؟ يا ابراهيم بجد بقى خرمان. حضرت لها اوضه تمام عشان تولد فيها. وقعدت جنبها اول ولده ليها، فطبعا صعب. فراحت مطلعه لي واحد وابص لقيته اسود غطيس، اسود بلاك. فقلت يا نهار اسود. والله العظيم رحت متصل بالدكتور، يا دكتور والله يا دكتور الحق زيزي ولدت وجابت كلب اسود. قال لي مش مهم، المهم صحتها. رحت قافل السكه في وشه. صحتها بقول لك جايبه لي كلب اسود. المهم يا ابراهيم فضلت راحت زربالي التاني اسود، التالت اسود، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، العاشر. هي ايه ده؟ جابت 11 طفل. احلف بالله. وحياة ربنا. فاقول كلهم سواد الدنيا. لا حول ولا قوه الا بالله. سواد الدنيا. طبعا انت حطيت راسك في راسي انا قعدت جنبها، مش قادر اقيم دماغي. انا يا فندم قاعد جنبها لان انا ساعدتها في الولاده، فنايم جنبها كده بقول لها ليه كده يا زيزو؟ ليه عملتي كده؟ طب جيبي واحد فاتح. انت فاهم ازاي؟ كله خرمنتولي كده. خرمنتوري.